ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم طبعا عن ماتش مصر وبوتسوانا وفوز عريض عن المنتخب المصري ب4 اهداف، وصلاح بيجيب جون بقى وتريزيجيه بيتألق، ويعني اداء مميز جدا من منتخب مصر. ولكن هناك برضو بعض العيوب اللي لازم نتكلم عنها ولازم ندي هنت عليها عشان ناخد بالنا منها الفترة اللي جاية. فتعالوا يلا بينا نخش على الماتش ونتكلم براحتنا على طول. بس قبل ما نخش على الماتش ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك وسبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الماتش على طول. طبعا يعني كالعادة وكعادة الكابتن حسام حسن طبعا اللي نزل بالخطة اللي هو خلاص ثابت عليها كده بقاله 3-4 ماتشات، اللي هي 4-2-3-1. بيلعب طبعا باتنين بديلين كده عن الماتش اللي فات. أسامة فيصل طبعا بدل مصطفى محمد اللي اتصاب، وخالد صبحي طبعا مدافع السيراميكا بدل مرموش اللي طبعا لعب سنتر باك، وحمدي فتحي رجع مكانه في نص الملعب، وتريزيجيه هو اللي خد ناحية الشمال. دي كانت التبديلين عن الماتش اللي فات. بقت التشكيلة زي ما هي. كابتن حسام لعب نفس الفكرة. طبعا محمد صلاح واخد نفس الدور اللي هو واخده واللي هو بيلعبه الفترة الأخيرة مع الكابتن حسام حسن، وهو دور البلاي ميكر كده. فطبعا الدور اللي بيلعبه محمد صلاح ده دور كويس جدا وواخد وضعه، ومحمد صلاح بيلعبه بشكل كويس وفايد للمنتخب جدا، ومدي اريحيه كمان لتريزيجيه في التحركات. تريزيجيه هو الورقه الرابحه للكابتن حسام حسن بعد الدور اللي هو خده محمد صلاح ده، ان هو محمد صلاح بقى بينزل بياخد بخبرته بمكانته كده، بياخد معاه الفرقة، بيقدر ان هو يخلي بقية الفرقة تاخد الاريحية. زيزو على اليمين بياخد اريحيته، والتريزيجيه بقى اللي زي ما بقول لك بياخد تحركات زيادة. والورقة الرابحة بتاعت الكابتن حسام بنشوفه دايما جوه منطقة الجزاء. الراجل بيخلص على طول وبيعرف ازاي يجيب الجول. يعني يمكن كنا بنقول على تريزيجيه هو دايما بيضيع كور ما تضيعش، ولكن مع الكابتن حسام بصراحة انا شايفه يمكن الحتة دي متطورة عنده جدا. الراجل بيخلص على طول، مفيش اي مشاكل عنده في احراز الاهداف. ويمكن شفنا الجون الاولاني يمكن طبعا في الدقيقة الرابعة. ودي الميزه بتاعت الكابتن حسام واللي اتكلمنا عنها، ان الكابتن حسام لازم تبقى متوقع جدا ان انت في خلال اول ربع ساعه 20 دقيقه لازم تكون جايب جون او جونين، عشان انت مش ضامن اللي بعد كده. يعني من بعد الدقيقه 20 انت مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. فانت لازم في ال 20 دقيقه الاولانيين دول تكون جبت لك جون ولا حاجه عشان تبقى ايه، مأمن نفسك. فبنشوف طبعا الكرة اللي لعبها صلاح طبعا، ويعني طمع فيها سنة كده، ولكن مفهوم طبعا ليه محمد صلاح يمكن يطمع فيها. طبعا عايز الراجل يوصل لهداف المنتخب، ويعني كرة سهلة، وهو يعني كان معاه طبعا تريزيجيه، كان لو بصها له 100% جون، ولكن الراجل قال لك ايه حطها انا يعني مفيش مشاكل. ولكن مفيش نصيب، بترجع بقى لتريزيجيه وهو اللي بيحطها عشان يتقدم المنتخب المصري في الدقيقة الرابعة. طبعا انت بتلاعب منتخب زي بوتسوانا، منتخب يعني مع احترامنا طبعا الكامل ليه متواضع جدا، ضعيف جدا. يعني اللعيبه يمكن في لعيبه مش قادره ان هي اصلا تمسك الكوره، مش عارفه تخرج الكوره من رجليها. فانت المفروض فرقه زي دي معلش في الكلمه تدوس عليها بقى، يعني تدوس على طول. جبت الاول ادي التاني في التالت في الرابع على طول ورا بعض، ما ترحمهمش، يعني موتهم خالص. ولكن احنا شفنا بعد الجون الاولاني المنتخب حب ان هو يمسك الكوره ويبتدي يهدى في كده ويبتدي يحرك الكوره، يقدر ان هو يحرك الكوره ما بين اللعيبه باريحيه. ولكن ده ادى الثقه شويه للعيبه بتسوانا واداهم يعني ان هم يبتدوا ان هم يمسكوا كوره. ولكن بتيجي في كرة عنترية بصراحة من رامي ربيعة، بنشوف الراجل بيعمل واحدة مرقصة كده مع سرول تريزيجيه جميل جدا. يمكن يعني ولا اجدعها بلاي ميكر يلعبها الكرة دي، لعبها بطريقة بصراحة جميلة جدا. استلمها تريزيجيه برضو بطريقة حلوة قوي، والراجل قدر ان هو يحطها في الجون عشان المنتخب يتقدم ويبقى 2-0. وهنا بينتهي الحاجات الايجابيه. ليه؟ لان الشوط الاول خلص خلاص، انت خلص الشوط الاولاني كسبان 2-0، الدنيا تمام مرتاحه معاك. نيجي بقى للشوط التاني، ودي معاناتنا اللي واضحه جدا مع الكابتن حسام، ويعني السلبيه الكبيره. مع احترامنا طبعا للكابتن حسام، ومع احترامنا للمنتخب، ومع احترامنا للاداء المميز، ومع احترامنا للاربع تجوان اللي جم، كل ده على راسنا وحاجه جميله وحاجه نفرح بيها. ولكن انت بتلاعب بتسوانا، وهو ده اللي احنا بنقوله 100 مرة. انت لحد دلوقتي في الست متوشة طبعا باستثناء كرواتيا انت ما لعبتش اي فرقة من الفرق اللي تقدر تقول ان انت كويس ولا لا. يعني ما تقدرش. كل الفرق اللي لعبتها فرق متواضعة جدا، سواء كسبت سواء اتعادلت، هي فرق متواضعة جدا. ان الطبيعي ان انت تكسبها وتكسبها بالسكور ده 2 و3 و4، ده طبيعي جدا. فيعني مشكلة كبيرة لما هنواجه
فرقة من الفرق التقيلة هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لان هنبقى يعني مش عارفين ان احنا بنيجي الشوط التاني بوتسوانا على الرغم من السوء اللي هي فيه ده وعلى الرغم من الضعف الكبير جدا اللي في الفرقة ده، ولكن عملوا علينا شوط تاني يعني احنا كسبانين 4-0. عايز اقول لك ان يعني بوتسوانا مضيعه مثلا 5-6 جوان. يعني لو بنلاعب فرقة فيها واد مهاجم محترم او فيها 2-3 نص ملعب محترمين، لا هنخرج تعبانين، يعني هنخرج ممكن متعادلين، هنخرج ممكن خسرانين كمان. انت الشناوي اسمه اتقال، يمكن الكابتن علي محمد علي بقى المذيع طبعا قال اسمه، قال لك شوف كام مرة انا قلت اسم الشناوي، قالوا كتير جدا، الشناوي ظهر كتير جدا. ودي الموضوع اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، قلنا ان الوصول لمرمى المنتخب سهل جدا. انت عندك خط الدفاع كله يعني مع السلامة، مفيش، ما عندكش خط دفاع اصلا. الوصول للجون بسهولة جدا. مروان عطية مع احترامي طبعا كامل ليه، الراجل بيعمل اداء مميز جدا ومباراة كبيرة جدا عاملها سواء دي او اللي فاتت، ولكن الراجل جه عند الدقيقة 60 خلاص مات. فانت عملت 5 تبديلات ولا واحد فيهم مروان عطية، طب ليه؟ ليه حاجات كتيرة، تساؤلات كتيرة. عتاب على أسامة فيصل، انت يا أسامة ما ظهرتش، ما كنتش موجود في الماتش، انا ما شفتلكش اي علامة. مش شرط تجيب جون، مش شرط تعمل اسيست، بس اشوفك، انا مش شايفك في الملعب اصلا. أسامة فيصل طبعا لسه ناشئ ولسه صغير، مش عايزين نضغط عليه قوي، ولكن لا، في ماتش زي ده، ماتش سهل، ماتش بسيط، كان المفروض يعني يبقى ليك بصمة اكبر من كده. ولكن مفيش اي مشاكل، لسه صغير ولسه ليه الفرصة الكبيرة ان شاء الله في المستقبل. خالد صبحي بصراحة المدافع اللي اول مباراة ليه دولية شفناه عمل اداء مميز وماتش كويس جدا محترم. فيعني الواحد مش عارف بصراحة، ومش عايز اطول عليكم لان يعني الماتش ما كانش فيه كلام كتير نتكلم عنه، ولكن فعلا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الشوط التاني ده. هنواجهها بقى لما بنلعب فرقة كبيرة او فرقة عندها خط هجوم وخط نص محترم، هنعاني معاناة غير عادية. فلازم الكابتن حسام يحط حد، ويحط يعني حاجة، لازم يعمل خطة، لازم يغير في التشكيل، لازم يحط لعيبة تقدر ان هي تتجانس مع بعض، وهي تقدر تعمل الادوار الدفاعية في الشوطين بنفس المستوى. انت في الشوط الاول بتبقى كويس قوي قوي قوي، في الشوط التاني بتبقى مش موجود. بقول لك بوتسوانا راحت على الجون اكتر من 10-15 مرة، منهم 4 كور او 5 كور اجوان مؤكدة. لو بنلاعب فرقة كويسة كانوا اجوان ما فيهاش كلام. انت حظك حلو ان انت بتلعب بوتسوانا، ضيع كور ما تضيعش، اجوان ما تضيعش. فيعني هنفضل لحد امتى في الموضوع ده؟ انا مش عارف. ده سؤال بنوجهه كلنا بقى للكابتن حسام، ايه هي الخطوات اللي انت بتاخدها او اللي انت هتعملها ان شاء الله عشان تقدر ان انت تتصدى للمشكلة دي؟ طبعا دلوقتي يعني خلينا اقول دي حجج بصراحة، خلينا اقولها كده، الحجج اللي احنا بنتحجج بيها ان دي لسه موسم تحضيري، ولسه اللعيبة ما رجعتش، ولسه اللعيبة كانت مأجزة، ولسه اللعيبة كانت مصيفة والكلام ده كله. ولكن يعني مش سبب كبير لان اللعيبه يعني ما ريحتش، ما لحقتش تريح قوي يعني. ولكن يعني زي ما قلت لك عشان ما اطولش عليك، لازم الكابتن حسام يشوف حل للموضوع ده. مبروك لمنتخب مصر الاربع تجوان الجمال جدا والست نقط المهمين جدا اللي بيحطوك طبعا في حتة كويسة جدا، يعني ان شاء الله توصل افريقيا بسهولة. ودي كده كان يعني ملخص عن الماتش النهاردة. بشكركم جدا لو متابعين معايا لحد دلوقتي، وما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة، فعلوا زر عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا وسلام.